تحياتي للجميع. خلاص تشافي الونزو بقى يدرب مدرب ريال مدريد المقبل، خلاص اصلا حتى لو ريال مدريد ما اعلنش. لكن كون ان تشافي الونزو يعلن رسميا رحيله عن باير ليفركوزن، فخلاص الامور تمت. الونزو مش هيسيب ليفركوزن الا لما يكون ضامن عقد جديد، خلاص اصبح ممكن يكون كمان وقع العقود مع ريال مدريد. عشان كده النهارده الونزو اعلن رحيله عن ليفركوزن. فتره عظيمه جدا مع ليفركوزن، بطولات كبيره، كسب 3 بطولات، اثبت للناس جودته كمدرب. يمكن مورينيو وجهة نظره كانت صحيحة من سنين، قال أنا أعتقد إن تشافي ألونسو هيكون مدير فني ناجح، لأنه كان لاعب كرة كبير، اتدرب مع أفضل المدربين زي ديلبوسكي، زي مورينيو، زي أنشيلوتي، زي بينيتيز، زي جوارديولا، زي لويس أراجونيز، كل دول دربوا تشافي ألونسو، فأصبح عنده إرث كبير من التجربة. كمان ريال مدريد ما اعلنش لسه عن وصول الونزو، لانه لسه ريال مدريد بينافس على الدوري، مش عاوزين برضو يضعفوا الهمم، مش عاوزين يعني يظهروا انشيلوتي بشكل مش كويس. لا، انت العب لغايه اخر موسم وبعد كده هتمشي. وكده كده ريال مدريد اتفق مع انشيلوتي، وكده كده انشيلوتي اتفق مع البرازيل، فخلاص انت دي مساله شكليات. عايز اقول لك ان ريال مدريد لو خسر من برشلونه يوم الاحد، هيعلنوا بعدها ان انشيلوتي سيرحل بنهايه الموسم. مش هيمشوه على 3 ماتشات هيبقى مهينه ليه، لا هم هيمشوه بنهايه الموسم. لكن لو ريال مدريد كسب برشلونه، هيبقى لسه الدوري فيه امل، فمش هيتكلموا عن كده. ف طب ليه ليفركوزن طلب من انشيلوتي من الونسو كده؟ عشان يعرفوا يتفاوضوا مع مدرب جديد، لان مفيش مدرب هيقول لهم طب ما الونسو قاعد. كمان عشان يبدا اللعيبه زي فيرتز، زي النجوم اللي موجوده في ليفركوزن، يبداوا يشوفوا طب احنا هنقعد نكمل نمشي. يبدا ليفركوزن هو بيتفاوض مع لعيبه جديده، يقول لهم هويه المدرب الجديد. فعشان كده ما كانش في وقت ان انا اقعد استنى لنهايه الموسم ولغايه لما ريال مدريد يعلن. لا خلاص يا الونزو اطلع عشان خاطر احنا نعلن عن مدربنا الجديد. فعشان كده كان النهارده يوم صاخب. بعد ما اعلن الونزو رحيله، بدات الصحف المدريديه تتكلم عن طريقه اللعب اللي بيفضلها الونزو عايز يلعب مع ريال مدريد ب 3-4-3. اتكلموا ان هو مقتنع باردا جولر، وان هو شايف انه هيبقى ليه دور السنه الجايه. فخمنوا ان رودريجو هيمشي وان جولر هياخد له ادوار كبير. خمنوا ان هو بسبب انتمائه لريال سوسيداد هيقدر يجيب زوبيميندي عشان يكون صفقة الفريق المقبلة في نص الملعب. هيكون معاه باك زي أرنولد، هي هيكون هيدي أدوار جديدة لبلينجهام. فده ملخص اللي اتكلمت فيه الصحافة الأسبانية النهاردة عن تشافي ألونسو. تشافي ألونسو لما يجي يدرب ريال مدريد، احنا هنعمل فيديو عنه كبير جدا، نتكلم عن أفكاره، خططه، مستقبل ريال مدريد. ولكن المؤكد أن فلورنتينو بيريز عايز يعوض الموسم السيء. ألونسو عنده شغف كبير جدا انه يثبت للعالم انه مدير فني كبير. ألونسو عارف كويس ان نجاحه مع ريال مدريد هيحوله مدرب عالمي، وان فشله مع ريال مدريد سيكون مرهق جدا ليه في المستقبل.